طبعا ميدان البحث التاريخي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للشعب الجزائري، لأن تاريخ الجزائر كما تعلمون خضع إلى مسار من الكتابة التاريخية. هذه الكتابة التاريخية كانت تحت وصاية مركزية كولونيالية، بمعنى ونحن نتحدث عن تاريخ الجزائر علينا أن نعود إلى اهتمام فرنسا بتاريخ هذا البلد، لأن الفرنسيين حينما احتلوا الجزائر في عام 1830 وتقرر بعدها إلحاق الجزائر بفرنسا، تبلورت فكرة نظرية الجزائر الفرنسية، ولذلك بدأ البحث عن كيفية شرعنة الاستيطان، يعني كيف يمكن أن يجد هؤلاء الوافدين على هذه الأرض من الأوروبيين مستقبلا هويتهم في هذا البلد. ولهذا اتجهت السلطة السياسية وقت ذاك إلى الاهتمام بالتاريخ وإعادة كتابة تاريخ الجزائر منذ الجذور، في إطار صياغته بكيفية أن يحقق نظرية الجزائر فرنسية، وجندوا لذلك طاقات عسكرية وطاقات مدنية، وشارك في هذه العملية هواة ومحترفون ثم متخصصون. فالفرنسيون خاصة بعد تأسيس جامعة الجزائر في سنة 1909 استقدموا مشتلة من المؤرخين المحترفين من أجل الاشتغال على كل ما تم تدوينه خلال القرن التاسع عشر. إضافة إلى ذلك أن هؤلاء عمدوا إلى تصفية تركة المخزون التراثي الجزائري الذي كان بيد الجزائريين، وبالموازاة حرموا الإنسان الجزائري من القلم، من الكتابة. ولهذا فنحن في النهاية وجدنا أنفسنا أمام تاريخ مكتوب عن الجزائر، ولكن الذي كتبه هم الفرنسيون وصاغوه في إطار خطاب يكرس نظرية الجزائر الفرنسية، وبالموازاة عملوا على تغييب الوثائق والسطو على الوثائق ثم ترحيل هذه الوثائق إلى فرنسا. وهنا وجد الشعب الجزائري يعني معزول السلاح إذا شئنا في أن يكتب تاريخا يستند فيه إلى ما يحوزه من وثائق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان عليه كذلك أن يتعاطى مع خطاب كولونيالي يعج بالمصطلحات التي لا تعاكس تماما الذاكرة الوطنية. إذن هذه هي الإشكاليات المطروحة بالنسبة لكتابة التاريخ في الجزائر. وفي هذا السياق تجند مجموعة من الجزائريين الذين يعني قدموا أقول كنوز في هذا المجال، لا سيما الجيل الأول وهو الجيل الذي يبدأ مع أعمال محمد بن مبارك الميلي. صحيح. تاريخ الجزائر في القديم والحديث يعني في سنة 1930، ثم كتاب تاريخ الجزائر لتوفيق المدني، ثم كتاب عبد الرحمن الجلالي في سنة 1954. طبعا ناهيك عن بعض الكتابات التاريخية المتصلة بالتراث على غرار ما كتبه أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف تعريف السلف برجال تعريف الخلف برجال السلف. يعني هذا الكتاب هذا كان يتحدث عن التراث. ثم هناك مقالات كتبها الجزائريون وكانت يعني جريئة، وكانت تحمل أسئلة قلقة وأسئلة واعية على غرار ما كتبه محمد شريف ساحلي، سواء في جريدة لي مودرن اللي كان يشرف عليها جون بول سارتر سنة 1947، ما يسمى بالميساج دو يوغورتا، رسالة يوغورتا، في إشارة إلى أن التيار الثوري والمقاومة ما زال مستمرا، وأن الشعب الجزائري على استعداد لأن يحمل هذه الرسالة ليواصل الكفاح من أجل تصفية الاستعمار، أو ما كتبه كذلك محمد شريف ساحلي بعد الاستقلال فيما يسمى بلا ديكولونيزاسيون دو ليستوار، بمعنى كيف نخلص هذا التاريخ من مصطلحات مدرسة التاريخ الاستعماري. إذن هذه هي الإشكاليات المطروحة أمام الشعب الجزائري. ولهذا فنحن حينما نحاول أن نطلع على تاريخ الجزائر فغالبا ما تعترضنا هذه العقبات، سواء المنهجية المتعلقة بالوثائق أو كذلك ما تعلق بالخطاب التاريخي الذي أصبح هو الرائج، وأصبحنا نشتره ونكرره سواء بصفة واعية أو غير واعية. وهو الذي يشوش في النهاية على الذاكرة الوطنية. قلت تجند كذلك مجموعة من الجزائريين بعد الاستقلال، يعني على غرار أبو القاسم سعد الله ومحفوظ قداش ومحمد حربي
وكثير طبعا، ونصر الدين سعيدوني، كل في مجاله. يعني هناك تقريبا كوكبة من المؤرخين الجزائريين الذين قدموا أعمالا جليلة في التعريف بالتاريخ الوطني. لكن وأسسوا أستاذ هؤلاء هم الذين أسسوا إذا شئنا لنواة لمدرسة وطنية تحاول أن تقدم التاريخ الوطني على الأقل بإثارة هذه الإشكاليات التي يعج بها كتابة التاريخ الوطني وتؤثر على الذاكرة الوطنية. نعم، ممتاز. وحتى نواصل مسيرة هؤلاء أستاذ في كتابة التاريخ الوطني بصفة عامة، وفي إطار هذه التوجهات الجديدة للكتابة التاريخية المعاصرة على الصعيد الدولي أستاذ، هناك توجهات جديدة. يعني انتقلنا من تاريخ السرد إلى التاريخ النقدي، يعني نتعامل مع الوقائع التاريخية بنظرة مختلفة وبأبعاد فلسفية أيضا مختلفة، نفهم الحاضر من خلال الماضي أستاذ، ونبني المستقبل من خلال هذه الدراسات التاريخية. هي معطيات ومتغيرات دخلت الحقل المعرفي للدراسات والأبحاث التاريخية، أليس كذلك أستاذ؟ شكرا جزيلا. أنت في هذا السؤال تتحدثين عن المنهج التاريخي، يعني دور المنهج التاريخي في ترقية علم التاريخ وليس التاريخ. لأن علم التاريخ يخضع أو يستند إلى منهج له مبادئه، أسسه، آلياته، وهذا المنهج بطبيعة الحال نحن أو دوائر البحثية وفرته بالنسبة للباحثين. أنتم تعلمون أن تطور المناهج التاريخية كان في أوروبا خاصة، يعني ضمن مدارس مختلفة. ضمن مدارس المدرسة الوضعية إلى مختلفة، الحوليات الفرنسية. طبعا يعني هناك مدارس عديدة كما تعلمون، يعني المدرسة الوضعانية ومدرسة الحوليات ومدرسة ما بعد الحداثة، يعني كما يسمون، ومدرسة الماركسية وغيرها. بمعنى هناك مدارس تتبنى اتجاها فكريا معينا. هناك من يبحث في الجانب الفلسفي بالنسبة للتاريخ، يعني من يصنع هذا التاريخ. فهناك مدارس ربطته بالشخص، هناك مدارس ربطته بالزعامات، هناك مدارس ربطته بالجماهير، هناك مدارس ربطته بفئات محددة، وهناك كذلك مدارس منهجية على غرار، يعني اللي يسموها المدرسة الوضعانية، التي تقول لا تاريخ بغير وثيقة، وهي تحاول أن تؤسس لعلم التاريخ عن طريق الوثيقة أو ما يسمى بالوثيقة الرسمية. وهذه المناهج التي ظهرت في أوروبا يعني حملت معها بصمات التطور الذي عرفته أوروبا منذ عصر الإصلاح الديني إلى عصر النهضة، إلى عصر العقلانية، إلى عصر التنوير، ثم إلى عصر الحداثة وما بعد الحداثة. بمعنى كانت تستفيد من التطورات الحاصلة على الصعيد المادي وعلى الصعيد الفكري وعلى الصعيد تفاعلات المجتمع، وبهذا عمدت إلى ترقية المناهج التاريخية. الآن نحن اليوم أمام كل هذه المناهج، سواء كتيارات فلسفية تعبر عن من هو الفاعل في هذا التاريخ، أو من خلال المناهج التي تحاول أن تدقق في مثل ما ذكرت في الوقائع والأحداث. ونحن طبعا من خلال تأسيس الجامعات وأقسام التاريخ، فأقسام التاريخ اليوم منفتحة على كل هذه المناهج، وتحاول أن تؤسس إلى تاريخ علمي يستقي أسسه المنهجية من مختلف المناهج أو فيما يعرف بالتناهج، يعني ويوظف هذه المناهج وهذه الأدوات للتحليل العميق أستاذ للأحداث والوقائع التاريخية. لنوظف في النهاية، لأن دور المنهج هو في كيفية تحليل الأحداث، في كيفية التحقق، وفي كيفية تشخيص هذه المعطيات التي نجمعها من أجل أن نخلص في النهاية إلى ما يصبو إليه المؤرخ وهو الحقيقة التاريخية. فإذن هناك هذا النوع من البحث وهو ما يسمى بالبحث الأكاديمي. في هذا الإطار نجد أن هناك أقسام للتاريخ على مستوى الجامعات الوطنية، وهذه الأقسام طبعا تهتم بالجانب المنهجي في الكتابة التاريخية، وتؤسس لذلك مذكرات ورسائل وأطروحات، بالإضافة إلى أنه خاصة في ال10 سنوات الأخيرة ظهر عدد معتبر من المجلات المتخصصة. صحيح.
والتي تعبر عن أقلام أكاديمية تحاول أن تتعامل مع التاريخ بطريقة علمية. صحيح، وتتناول هذه الوقائع وهذه الأحداث أو هذه المحطات من جوانب متعددة، قد تكون نفسية، قد تكون اجتماعية، قد تكون ثقافية، اقتصادية، وحتى فنية أستاذ. وهو كذلك، لأنه قلت أن الجزائر يعني في إطار تفاعلها مع عالم العلوم، لا سيما العلوم صحيح. الإنسانية، فهي تحاول أن تستفيد من مختلف المناهج. ولذلك حينما يعني نستطلع السجل الخاص بالأطروحات نجده يتناول قضايا متعددة ومتنوعة من التاريخ الوطني، بعضها يتعلق بالشق السياسي، وبعضها يتعلق بالشق الاقتصادي والاجتماعي، وبعضها يتعلق بالشق الثقافي، وهذا الذي يستحضر في النهاية الذاكرة التي يحاول الشعب الجزائري أن يستردها مرة أخرى. نعم. لأن هذا الشعب كان محروما، يعني في الماضي كان محروم من ماضيه، يعني هذا الشعب كان محروما في الماضي من تراثه، لأن الكتابة التاريخية كانت خاضعة إلى سلطة مركزية هي السلطة الكولونيالية. واليوم في إطار هذا الانفتاح، صحيح. انفتاح أقسام التاريخ على مستوى جامعات الوطن، وفي وجود نخب جزائرية يعني حصلت على تكوين يسمح لها بتأطير هذه الأعمال العلمية، فإننا نستفيد من مختلف المناهج من أجل استطلاع التاريخ الوطني وإعادة بعث الذاكرة نعم. الحية من جديد. نعم، ممتاز أستاذ. وفي سياق ما ذكرتموه حتى نختم هذا النقاش معكم أستاذ، كيف يتم تنسيق العمل بين مختلف هذه الجهود وهذه الأعمال وهذه الإنتاجات العلمية المنجزة في مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث التاريخية وفق النظرة الحديثة لكتابة التاريخ الوطني وحفاظا على الذاكرة الوطنية؟ شكرا جزيلا. يعني ربما كنا قد أشرنا إلى هذه النقطة يعني قبل أن نبدأ هذه الحصة. نعم، قلت أن موضوع التاريخ موضوع استراتيجي بالنسبة لمصير الدول، ولذلك حينما نعود إلى الحقبة الاستعمارية، حينما كان التاريخ يمثل هدفا استراتيجيا للدولة الاستعمارية، فقد وضع ضمن استراتيجية شاملة كانت تقوم بها دولة الاحتلال، سواء في توفير الإمكانيات المادية وفي تكوين الإطارات البشرية أو في التنسيق بين الطاقات المتعددة والمختلفة من أجل هدف واضح يعبر عن تيار واضح ومسار واضح ويحقق أهداف محددة سلفا. هذه الاستراتيجية ينبغي أن نتبناها. نعم. الجزائر اليوم تتمتع بإمكانيات مادية وتتمتع بإمكانيات بشرية. صحيح. وتتمتع بنخب وتتمتع كذلك بحس عميق. صحيح. بالتمسك بالهوية الوطنية وبالتاريخ الوطني، وعلينا فعلا أن نستثمر فيما هو موجود من هذه الإمكانيات على أن نضعه ضمن استراتيجية شاملة تشرف عليها الدولة. صحيح. تعمل بالتعاون وبالتنسيق وتتكاتف جميعا في إطار تيار ومسار واحد يعمل على صياغة العقل الجزائري بما يتناسب والتاريخ الجزائري الفعلي وما يتناسب الذاكرة الوطنية. صحيح. والهوية الوطنية.